السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين زاموسين. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فقاس اللي كيجي لذيذ بمكونات اللي بسيطه موجوده في كل بيت. كنطيبوه مره واحده وكنقطعوه مباشره كنقدموه كيجي اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. بداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبة للمكونات كنحتاجو لهم 3 ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم كبير. عندي نص كاس ديال الحليب المجفف، عندي كاس الا ربع سكر حبيبات او سنيده. الا بغيتو يجيكم حلو غديروا كاس. انا هنا نقصت السكر. عندي كاس ديال الزيت، زيت نباتيه. عندي هنا كيف ما كتشوفوا معايا المشماش اللي قطعته قطع اللي هي صغيره. وعندي حب الملوك المعسل حتى هو مقطع قطع صغيره، اولا ممكن تستعملوا ديك العلبه اللي كتباع ما بين الاخضر والاحمر، كيبقى لكم الاختيار. عندي واحد ساشيه ديال فاني بنكهه زهره البرتقال. عندي هنا 8 غرام من خميره الحلويات والدقيق على حسب الخليط. ان شاء الله نقول لكم الكميه اللي دخلت ديال الدقيق. وعندي واحد ياغورت نسيت ما حطيتوش من الاول. ودائما واحد القبصه ديال الملح باش كتعادل لنا الذوق. كنجيبوا واحد الاناء اولا قطعه كنديروا فيها البيض، غادي نزيدوا السكر، ساشيه ديال فاني اولا فاني بنكهه زهره البرتقال. ممكن ديروا حتى القشور ديال البرتقال على حسب الرغبه ديالكم. وكنخلطوا هاد المكونات جيدا. كيبقى هاد الشكل ديال الفقاس كيجي ساهل وبسيط وفي نفس الوقت كيجي لذيذ، كيعجب الصغار والكبار. كيف ما شفت معايا هنا زدنا الزيت وكنخلطوا المكونات كنخلطوهم جيدا. هنا غادي نزيد ياغورت بنكهه الفاني، وغادي نزيد نص كاس ديال الحليب مجفف كيزيدوا اللذه. كنخلط هاد المكونات حتى كينسجموا لينا. كيف ما شفتوا معايا هنا درت معكم نصف الكميه. الا بغيتوا تضاعفوا المكونات كتضاعفوهم. وهنا كنزيد هاد الفواكه الجافه، ممكن تضيفوا حتى الزبيب كيبقى لكم الاختيار. هنا غادي نعبر معكم الدقيق في الكيسان. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نزيد في الاول 3 ديال الكيسان مع ساشيه ديال الخميره اولا 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. وكنبدا نجمع. ودائما كتبقى الكميه ديال الدقيق على حسب الحجم ديال البيض. هنا غزدنا الكاس الرابع. كنبقى نضيف شويه بشويه الدقيق وانا كنجمع، ما كنعجنوهاش، فقط كنجمعو باطراف ديال الاصابع. كيف ما كتشوفوا معايا هنا الكاس الخامس. نتوما كتضيفوا الدقيق وكتجمعوا كيف ما سبق قلت لكم، فقط باطراف ديال الاصابع. حاولوا انكم ما تعجنوهاش. هنا زدنا الكاس السادس. في المجموع زدت معايا 6 كيسان وربع. وكيف ما سبق لي وقلت لكم دائما كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كتشرب السوائل وكاين اللي لا، وعلى حسب الحجم ديال البيض. صافي هنا بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كيكون على هذا الشكل، كيكون عجين اللي رطب. كنحاولوا اننا نشكلوه على شكل حربول. الا بان لينا كينزل كنزيدوه شويه ديال الدقيق. الا بان لينا الشكل ديالو واقف صافي كنكتفيو بهذيك الكميه. كيف ما كتشوفوا معايا صافي انا هنا كنكتفي بديك الكميه ديال الدقيق اللي دخل ليا كما قلت لكم 6 كيسان وربع. هنا كندير واحد الرشيشه خفيفه ديال الدقيق وكنبدا نشكلهم على شكل حربول على هذا الشكل. وكنحطهم في الطاوه ديال الفرن مباشره. لو فرشت لها ورق الزبده الا ما كانش عندكم غادي تدهنوها بالقليل من الزيت وكتحطوا فيها هاد الحرابل ديال الفقاس. صافي كنستمر على نفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا باقي المراحل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما كملت الكميه ديال الفقاس غادي ندخلهم الفران اللي بارد من قبل، ما كنسخنوش. كنشعل ليهم من الاسفل على العافيه تكون مهيله حتى كيطيب لينا هذا الفقاس كيذهب اللون ديالو من الاسفل. وكنشعلوا ليه من الاعلى كيذهب اللون ديالو، لاننا ما غاديش نعاودو نحمروه، كنطيبوه مره واحده.
وكنخرجوه مباشره من الفران. نفس الطريقه بالنسبه للفرن غازي. وبالنسبه للفرن الكهربائي انا كنديرو على 150 درجه. وان شاء الله نرجع معكم بعد ما كيطيب. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الفقاس ديالنا بعد ما طاب وتحمر، كيولي على هذا الشكل. انا هنا غادي ندهنه بالشوكولات اللي ذوبته من قبل. استعملت شوكولات نوعيه غالا، وكيبقى لكم الاختيار اي نوع ديال الشوكولات كترتاحوا فيه ممكن انكم تستعملوه. بالنسبه للغالا كندير على عافيه اللي مهيله وكندوبو، كيدوب معنا بسرعه، ما كنضيفوا معاه لا زيت لا والو. هو كيدوب بسرعه. بالنسبه للناس اللي خافوا لا يدير لهم يتحرق ولا يخسر، نديروا حمام مريم وكتذوبوا الشوكولات ديالكم. صافي كندهن كيف ما كتشوفوا معايا هاد الفقاس على هاد الشكل. كنحاول اني ندهن الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا، كندهنوا الجوانب كامله. صافي انا هنا بعد ما دهنت الفقاس كامل كنخليوه حتى كيبرد وكنقطعوه مباشره. كيف ما كتشوفوا معايا يكون واحد السكين اللي يكون ماضي كيتقطع معنا بكل سهوله، ما كيتهرس ليناش. كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. نتوما كتحكموا في السمك ديالو، بغيتوه معرض اولا رقاق. وكيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي لذيذ بزاف، كيجي كيف ما كتشوفوا معايا ما كيجيش معجن. فقط عطيوه حقه في الطياب كما سبق لي قلت لكم، تكون عافيه لي مهيله باش كياخذ حقه في الطياب من الداخل. صافي غادي نستمر على نفس الطريقه حتى كنقطع الكميه ديال الفقاس كامله. وكيف ما سبق لي قلت لكم يكون السكين اللي ماضي باش ما يتهرس لكمش هاد الفقاس ويجيكم كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالو اللي هو زوين بزاف. وحتى دوك الفواكه اللي استعملنا كيجيو باينين. وان شاء الله نرجع معكم في الشكل النهائي. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس اللي حضرت معكم اليوم، اللي كيجي لذيذ بزاف وكيجي هشيش وكيدوب في الفم. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم، كيعجب الكبار والصغار. كيف ما كتشوفوا معايا دوك الفواكه كيجيو باينين بهذا الشكل، وما كيجيش مدقص، كيجي مثقب من الداخل. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى ديالها، ما تبخلوش عليا من لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. فضلا منكم وليس امرا، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتخلوا لي التعاليق ديالكم حتى هما كيهموني. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.